يبدو أن الأمور ليست على ما يرام في تونس وتحديدا في نادي الترجي التونسي قبل اللقاء المرتقب مع النادي الأهلي يوم السبت إن شاء الله تعالى. وتعالوا نعرف إيه اللي حصل. هاجم نادي الترجي التونسي مكتب رابطة كرة القدم المحترفة بلده على خلفيات العقوبات الموقعة عليه محليا، مؤكدا ان الاتحاد لم يراعي مصالح الفريق قبل مواجهة الاهلي المرتقبة في نهائي دوري الابطال. وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد اعلن توقيع عقوبات على نادي الترجي بالحرمان من الجماهير والغرامة المالية على خلفية أزمات في مباراة النجم الساحلي بالدوري التونسي. أكد وليد قرفلة المتحدث الرسمي باسم نادي الترجي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس احتجاج أبناء باب سويقة على قرارات الرابطة ووصفها بقلة الذوق، وقال إن الاتحاد الوطني لن يراعي مصلحة الفريق الذي يمثل الكرة التونسية في دوري أبطال إفريقيا وقبل أيام من مواجهة مرتقبة أمام النادي الأهلي. قرفلة قال ان نادي الترجي مستهدف والقرارات كانت مقصودة، وكان لازم على مسؤول الاتحاد الانتظار والتمهل الى ما بعد مباراة النهائي الافريقي. واسمع بقى اللي قاله المتحدث الرسمي لنادي الترجي التونسي بخصوص الاهلي. قال لك ايه بقى؟ قال لك ان الاهلي بيحظى بمساندة من اتحاد الكرة المصري، وان نادي الترجي بيجد عراقيل قبل مواجهة النهائي في دوري الابطال. والله العظيم حاجة تضحك بجد. الاهلي كل لعيبته بتروح المنتخب مهما كانت البطولة اللي بيلعب فيها رسمية او مش رسمية، ومعظم لعيبته بتتصاب في المنتخب وبيلعب 4 مباريات في 11 يوم. اتحاد الكورة بيسانده ازاي؟ مش فاهم والله. الواحد مش عارف يقول بجد مش عارف اقول ايه. نروح للعقوبة اللي اتوقعت على نادي الترجي من الرابطة التونسية، هي معاقبة نادي الترجي بالحرمان من الحضور الجماهيري لمباراتين محليتين مع توقيع غرامة قدرها 7500 دينار. أما أسباب العقوبة هي تكرار إلقاء الزجاجات، وذلك خلال مباراة النجم الساحلي في الدوري التونسي، المباراة اللي جمعت ما بينهم في الدوري التونسي وفاز بالمباراة نادي الترجي ب3 أهداف مقابل هدفين للنجم الساحلي. النادي الأهلي طبعا عنده الطموح لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال في تونس، وده هيساعده في حصد اللقب في مباراة الإياب اللي هتكون في القاهرة إن شاء الله يوم 25 الأسبوع اللي جاي. بس أنا هنا عاوز أتكلم في حاجة مهمة جدا، وهي إن الأهلي ما بيضغطش اتحاد الكرة زي الناس دي ما بتعمل. كابتن محمود الخطيب مهما حصل ما بيطلعش يتكلم ولا بيطالب بأي حقوق للنادي، لدرجة إن أوقات النادي الأهلي بيتعرض لظلم غريب سواء في البطولات الإفريقية أو في المحلية. لا، والراجل بيقول لك الأهلي اتحاد الكرة بيسنده أكتر فريق في مصر بيلعب عدد مباريات و4 مباريات في 11 يوم، ويقول لك اتحاد الكرة المصري بيساند الاهلي. انما خلينا برضو متفقين ان دي حاجة ممكن تكون ايجابية بالنسبة للنادي الاهلي، لان جمهور الترجي اعتقد مش هيفكر يعمل اللي عمله في موسم 2018. كلنا فاكرين لما هاجموا اتوبيس النادي الاهلي وقتها هشام محمد اصيب في دماغه. وانا في كذا فيديو اتكلمت عن الموضوع ده، ان جمهور الترجي صعب جدا